فيها جمهور، موجوده بالعراق عندنا. فقال ما صارت لا سمح الله كاس الخليج هني على طول، في بطولات يعني مصغره ممكن تصير او ممكن تصير كبيره بالعراق، بطوله قلب اسيا اللي هي الكل يعني لاي عنها. حتى لو تصير هني ابو محمد ممكن تشوف الجماهير ترى تحضر لك، لان راح يصير زياده من عدد الدول، فيعني في كذا بطوله تقدر تصير بالعراق ان شاء الله. خالد، يعني مهما تكلمنا عن الجمهور العراقي ولا الاخوان يعني اللي لامسناه في البصره والناس اللي جات من المحافظات الثانيه ما راح نوفيهم حقهم صراحه. يعني هذه انا اقول لك للامانه، يمكن انا حضرت هذه البطوله، لربما ما حضرت البطولات الاخرى، بس حتى الاخوان اللي حضروا البطولات الاخرى يعني مستشعرين بهذا الشيء. يعني هذه ما شفنا احنا نتكلم في الدول الخليجيه الاخرى ان مثلا اليوم يلعب البحرين وقطر وتشوف الجماهير الثانيه تشجع. يعني اللي لا نعرفه ان مثلا يلعب البحرين وقطر، جمهور البحرين الجمهور القطري وعدد بسيط مثلا من الدوله المقيمه وباقي الجماهير. بس اليوم خالد الملاعب كلها مليانه، والحين يقول اخوي نشأت مثلا نسوي ملاعب ب 120. انا اقول لو تسوي 200,000 الملاعب هذه راح تمتلي، ولكن انا عارف ان في جوانب امنيه هذه اللي يعني يخافون عليها، ولا فعلا مهما تسوي من يعني ملاعب وسعه الجماهير راح تمتلي هذه الملاعب، يعني تمليها. فاحنا يعني بنعجز. اقول لك لو نتكلم عن الجمهور والشعب العراقي لهم كل التحيه والاحترام والتقدير. شوف يعني للامانه وللحق احنا رحنا احنا استضفنا ورحنا كل دول الخليج اللي استضافت كاس الخليج. في كل بطوله فيها تميز، كل بطوله كل شعب يتميز حقيقه بالاستضافه، وكل بطوله حسينا بالاستشعار ان هذا المكان مكاننا والبلاد بلادنا، والناس حقيقه كل دول الخليج يرحبون بالناس، هذه حقيقه واقعيه يعني. والجمهور كان له دور كبير في نجاح كل بطولات الخليج بدون استثناء، من اول بطوله من الاسود الابيض والاسود الى هذه البطوله. ترى دور الجمهور جدا مهم وجدا جدا اصلا البطولات هذه تكون حق من؟ حق الشعب يعني، نقول احنا حق الجماهير. فالواحد لما يحضر بطوله ويشوف الجمهور هو اللي يستقبل الجماهير اللي جايه او هو اللي يتفاعل معاه، اكيد راح نستانس ونفرح. احنا كنا في كاس العالم الحين من فتره بسيطه. تعرف يعني الشعور اللي احنا كنا نشوفه في كاس العالم، الشعب القطري المقيمين كلهم كانوا يرحبون بالزوار، وتشوفهم في مثل الترابط اللي ماسك اعلام الدول اللي يعني. انا بقول لكم ان دور الجمهور الرئيسي هو في نجاح البطولات، مثل ما البطولات السابقه كلها نجحت بطولات كاس الخليج، نجاح قياسي وكبير جدا لبطوله كاس العالم. اليوم جينا البصره بعد كاس العالم، الواحد يقول انا خلاص يعني انا فيني تشبع من كاس العالم، و الجمهور ما لهم هوس كوره بالعراقي، ما لهم كل كان خايف صراحه. اي يقول لك كاس عالم يعني هم مباريات نار وحياه مختلفه. لكن لما جينا هني شفنا لا في عطش الاستقبال، يعني عطش شعبي لاستقبال الشعوب، هاي اول شيء. اثنين، اليوم في واحده كبيره في السن الله يعطيها الصحه والعافيه، مو بكبيره وايد يعني، مع بناتها هي في السياره، تقول حق السايق اللي معانا بطل لها الدريش، يقول له امري، تقول له ونسهم والله العظيم، تقول له ونسهم لا تضايقهم، لا تخليهم يتمللون ويضايقونهم قاعدين عندنا. انت لو شفت الكلام اللي هو بنفسه تاثر، هو بنفسه ماي نعم راعية السياره البيضاء نعم مع ابنائها مع بناتها وابنائها. تخيل لحقتنا كبيره في السن تقول حق السايق لا يعني ونسهم اسعدهم لا تضايقهم. قال لها انا بالعكس انا معاه. وش قال لها؟ انا يعني ان انا مع يعني بالعكس اي انا قاعد يعني احاول اني اسعدهم وكذا. تعرف اللي القصد في وين؟ انت تشوف الرساله اللي طلعت من الام الى واحد في مقام الابن، توصيه على منو؟ علينا احنا. واحنا السايق اصلا مش متوصفيننا، اصلا شايلنا على كفوف الراحه. معلش يعني الشعب كله شايلنا على كفوف الراحه. تستاهلون. ففي مسجات توصل عفويه ما في لها ترتيب يعني، واحنا في الشارع واقفين فجاه تبطل الدريشه اللي عندنا يصير نقاش بين سيده ومع الشخص اللي يسوق فينا، احنا ما ندري اكيد بيكون معنا دري يودينا ويجيبنا. فشوف شو توصي، ما قالت له شيء،
ما قالت له وين موديهم، ما قالت له من اللي معاك، ما ولا كلمه، قالت لا تضايقهم، اسعدهم ونسهم. يعني بالعربي هلا بهم. الله فيهم. جاسم في اشياء غير مخطط لها. هسه انا كنت موجود في كاس عالم، يعني هذا الشاب اللي كان يصيح مترو هذه غير مخطط لها، صح، تطلع عفويه من القلب الى القلب. الاذان من كان يكون بالملعب والناس كلها توقف وتصلي، ما كانت انه يعني ما كان مخطط انه لا يلا تعالوا خلينا نتجمع ونصلي. الناس الاجانب اللي كانوا يلبسون الثوب والغتره والعقال ما كان مخطط لها. البيوت بسرعه الناس استجابت، قامت تسوي ثوب برتقالي، ثوب احمر بالوان، او الغتر او هذه. فحتى هذه الاشياء يعني مثلا من العراق من يقول لك هلا حبوبي، عين غطا وعين فراش، صح، طالعه من القلب. هي طلعت من القلب وتوصل القلب. ليش؟ لانه ابو جاسم اقسم بالله انا اتكلم بلسان كل عراق مشتاق لكم. العراق كله مشتاق لكم، كله مشتاق لكم من الشمال للجنوب. لانه انت هسه هنا بالبرنامج شنو طلعت من الشمال الكردي ومن الموصل ومن كركوك من كل محافظات العراق جاكن هنا المجلس، فالكل مشتاق. لحظه نشأت، احنا ما طلبنا ابدا، مو قلت لك عفويه. شوف التدافع. تعرف شنو الميزه؟ كل محافظه او كل فئه تقول لك يبا تعال احنا موجودين ونبي نرويكم جزء من تاريخ العراق، ثقافتنا، فننا، هويتنا، تراثنا، زينا، ملابسنا، يسلم عليكم. وبعدين ترى للعلم احنا كل يوم نقول وقفنا الهدايا، ما نبي هدايا، لان اقسم بالله لو قلنا نقبل بالهدايا لو قلنا نقبل بالهدايا والله ثم والله ان من كثرها ممكن يتغطى عليه. اقول لكم بدون مبالغه ابو قاسم تسمع علي، احنا مسيطرين ومسكرين وكذا، ومع ذلك لا صار وشو دبون الصج ولد عمه، صار في واسطه عشان نقبل هديه. يعني انت متخيل الوضع؟ يعني انا اروح حق مايد اقول له تكفى توسطني عند نشأت عشان يقبل هديتي. انت شوف احنا والله العظيم ترى احنا مستحين، يعني الاستقبال والحفاوه شيء حلو. وللعلم ارجع واقول ترى هذا الشيء موجود في كل اهل الخليج، بلا قصور في اي دوله ولا في اي شعب، بالعكس. لكن لازم نقول لكم الصور والواقع اللي احنا قاعدين، العفويه والحقيقه والصادقه، المشاعر الصادقه هذه يا الله احنا نتلذذ فيها ونتلذذ في حب الناس. يا اخي حب الناس نعمه من رب العالمين، الله سبحانه وتعالى. يا اخي انا اول الدريول او السايق اللي ياخذ الشباب من فندقهم، خالد اللي ياخذهم من الفندق ويجيبهم عندي، يؤدي دوره ومستمتع، ابو عباس يضحك ويسوي. بعطيكم فيديو، لا شوفوا الفيديو. ابو العباس، ها هلا بيكم، هلا